ايه اقوى حاجة شادي سرور عملها كان مخطط ليها ان هو يوصل ليها وهو وصل ليها؟ في يوم من الأيام كنت قاعد مع أبويا، قلت له إن أنا هبقى ممثل ومخرج، وبقيت أكبر ممثل ومخرج على الإنترنت. كنت قايل له هجيب وهشتري عربية نيسان جوك. اشتريت العربية نيسان الجوك. كنت قايل له وأنا رايح أشتري نيسان جوك عجباني المرسيدس دي أجيبها، جبت المرسيدس. كنت عايز أروح أمريكا وأعيش هناك وأعمل فيديوهات، رحت أمريكا وعشت وعملت فيديوهات. شادي سرور يلخص 2025 بايه؟ أسود وناوي سنة. اسود سنة. أيوه، ليه يا شادي؟ عشان كنت مخدوع. في ناس، في نفسك. ما الخداع كان فيها شيء في الدنيا اللي حواليا، يعني الناس كل شيء، كل حاجة حواليا اكتشفت ان انا كنت عايش مخدوع بيها وهي مش حقيقية. فدلوقتي انا بقيت واقعي جدا. عارف انت اللي يقولك يمشي بعقله ما يمشيش بقلبه تماما. شادي سرور لما بدأ بسوس وخد وضعه بطل فترة ورجع تاني بعد ما انت كنت حصل ضربات في 2025، خلاص خدت القرار انت ترجع. ايه اللي رجع شادي سرور؟ انا كل مرة بغيب عن البثوث لأجل السبب. مرة كنت عايز اسيب البثوث عشان ابني شركة من الصفر، مرة علشان افتح شركة جديدة، مرة عشان اشتغل على الشركة. المرة دي انا راجع ومش هقطع، مكمل. ايه اللي خلاك تبقى واضح مع نفسك قوي مع الناس الفترة دي ومع نفسك اكتر؟ ان انا خسرت كل حاجة، مفيش حاجة تانية اخسرها. كل اللي وصلت له، كل شيء. انا دلوقتي ببدأ من الصفر. حتى نفسك خسرتها وبدأت ان انت ترجعها تاني اقوى من الاول. انا نفسي خدت حرب معاها، فزت عليها، ورجعت بعد حربي مع نفسي اقابل الناس. انا كنت صريح مع الناس من الاول، قلت لهم انت صريح الفترة اللي دي قوي. خلينا اقول شادي السرور السنين اللي فاتت غير شادي السرور دلوقتي. حتى شادي السرور عاد صريح مع نفسه اكتر ما كان صريح مع نفسه الفترة اللي فاتت، وعاد عارف هو عاوز ايه كويس، وعاد رامي كل الافكار اللي في ذهنه في نوتة. هما ممكن كل الناس اللي حواليك مفكرة اللي انت بتعمله قليل او بيقللوا منه يا شادي، بس لو نحطوا مكانك هيعرفوا ان الواحد بيعاني قد ايه عشان يوصل فكرة او عشان يوصل اي حاجة حلوة. يا ابن الحلال اقول لك على حاجة، والله العظيم 3 ما فارق معايا حد يحس بيا تماما. كفاية بس ان انا يعني تخطيت، فاهم؟ واللي تخطيته ده يا شادي هو كان مسبب لك السنين اللي فاتت عقبات او بعدك عن حاجات بتحبها. يا عم انا ما كنتش في وعي يا عم، بس دلوقتي افضل. دلوقتي في وعي. من وجهة نظرك السوشيال ميديا ايه؟ السوشيال ميديا بكل شيء موجود عليها باعت الوهم، إلا شادي السرور عمره ما باع الوهم للناس، كان دايما بيبيع الحقيقة. ورغم ذلك كل الناس جت عليه، رغم انه كان اكتر انسان حقيقي.